السلام عليكم، سلامتكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ الشيف أمين العاصمي. على بركة الله اليوم جبت لكم وصفة تاع خبز البي الرويال اللي ندار بالمكسرات. على بركة الله واش نستحاجو هنايا كاس تاع ولاد الدجاج وكاس تاع السكر كريستاليزي. راه بجيه مليح باش نخدمو الشربات. درت 3 كيسان سكر كريستاليزي مع 2 كيسان تاع الماء، ومع من بعد ما طيب لنا الشربات ديالنا بيان سور نديرو لها نص كاس مازار ونخلوها تبرد، والكاطو تاعنا بيان سور يكون سخون. نخدمو مليح الولاد الدجاج مع السكر كريستاليزي كيما راكم تشوفوا مع لافانين، ندير نخدموهم بيان. من بعد واش نزيدو هنايا؟ نزيدو كاس زيت، تحبوا نزيدو كاس زيت ولا تحبوا ديروا مارغرين دايبه، تحبوا ديروا نص نص، هذه كيما يهوى لكم كيما يكون مقدوركم. ماذا بكم تبارطاجيونا هاد لا فيديو، انفيتيو احبابكم وناسكم، ديونا شويه كومونتيرات، شويه لي جام على الفيديوهات على قناتي في اليوتيوب فضلا وليس امرا. نسال الله التوفيق ومنكم التدعيم. هنايا نزيدو كاس تاع لا شابلور ونزيدو كاس تاع المكسرات. انا درت بين بندق وجوز، نص كيلو بندق نص كيلو جوز، وحمصتهم شويه في الفوغ. وعندنا تاني نزيدو نحكمو 2 باكيات تاع خميره كيميائيه اللي هي لا ليفور شيميك كما راكم تشوفوا هنا بعينيكم. هنا نزيد نخلط نصفيوها نهويوها باش ولا كان اون سي جامي كان فيها لي غروم ولا كان ضاربها شويه اندا ولا ما كنت تعرفوا باش تسجلنا كما قال. هكذا ونخلطو كلشي كيما راكم تشوفوا. ماذا بيا برك ديروا لنا ابوني على القناه وتشتركوا وديروا التفاعل. المول تاعنا ولا سنيوتنا السنيوه اللي نديرو بها تكون مدهونه بالزبده. انا درت هنا ودرت في واحد المول تاني صغير باش قطعت بلي بورت بياس. المهم واحد البنة ما عندي ما نحكي لكم، درجة الحرارة 170 مدة نص ساعة. كي يخرج الخبز البي ديالنا نشربه بهذيك الشربات اللي تكون باردة، والنتيجة راهي قدامكم. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحتكم، والسلام عليكم.